السلام عليكم يا صبايا، الله يسعد لي أوقاتكم بكل خير. كيفكن؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضروا فيديو اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد. حبيت شارك معكم روتيني لليوم وفيديو اليوم يا صبايا. بدي أطبخ معكم الهيطلي، وكمان غدانا لليوم هي مقلوبة البازاليا. فيلا هيك نحضر الفيديو مع بعض. وما ننسى بالبداية يا صبايا، خلونا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبدي رحب بالصبايا الجدد يلي انضموا لقناتي. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالجميع، نورتوني وشرفتوني. الله يسعدكم صبايا، وشكرا هيك لتعليقاتكم الحلوة. الله يكرمكم ويحفظكم يا رب. وهون يا صبايا مثل ما انكم شايفين اكيد عرفتوا يعني شو انا عم بعمل وشو طبخت. مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو بدي اطبخ الهيطلية. فهون عندي حليب بده غلي بتعرفوا، فغليته اول شي وبعدين طبخت الهيطلية. اليوم ما بديت هيك الفيديو معكم بفنجان قهوة فورا هيك على الطبخ، وهيك اكلات بتعرفوا بالصيف يعني بدها هيك اكلات باردة. وهون مثل ما انكم شايفين خلصت طبخت الهيطلية، وهلا بس عم ضيف لها المي الباردة على وجهها مشان يجعد. هون أنا عندي 3 لتورة من الحليب، ضفت لهم 15 معلقة من نشا. كل لتر من الحليب بده 5 معالق نشا، أنا هيك بضيف يعني. ذوبت النشا مع شوية مي باردة، وضفتهم فوق الحليب وصرت هيك حركها مشان ما تزرزر وتعمل هيك تكتلات. وبس هيك يا صبايا. كمان ضفت قصنص الماء زهر ومسكي. بس الصراحة نسيت ما صورت يعني بعد ما ضفتهم وخلصت. نسيت يعني فطنت انه ماني مشغل الكاميرا، وصعب انه اعيد اللقطة بتعرفوا. فهيك مثل ما قلت لكم بتحبوا تضيفوا ما ورد كمان بصير. انا ضفت ما زهر وضفت مسكي. هاي المسكي انا بجيبها من الشوك، من ماركة الشوك. هاي مسكي تركي، وفي من عند السوريين كمان بجيبها، تنتين ظراف. وبس هيك يا صبايا، بس هيك سمكت وصلت للقوام اللي انا بدي اياه، خلص صارت جاهزة. من صبها بالصحن او بالصينية واللي شلون بدكم انتو. بنتركها هيك 6 7 دقايق شي هيك يعني ينشف وجهها. وبعدين ضفت لها مي باردة بتعرفوا مشان يجعد وجهها. وعلى البراد مباشرة حطيتها كمان صبايا مشان تتماسك في البراد بتعرفوا لتاني نهار. والحليب كمان صبايا هيك عندي لتر حليب كمان ضفت له ماء زهر. انا كتير بحب الماء زهر، هيك بيعطي كتير طعمة طيبة ونكهة طيبة. كمان ضفت ماء زهر وضفت سكر للحليب، لاني انا للهيطلي ما حطيت لها ابدا سكر. في ناس كتير بتحط لها للهيطلي سكر، انا ما حطيت لها. بس اكتفيت حطيت للحليب سكر وماء زهر وبس هيك. وهون مثل ما قلت لكم صبايا اكيد يعني مو بنفس النهار بدي اطبخها وبنفس النهار ناكلها، لا. مثل ما قلت لكم طبختها وحطيتها بالبراد لتاني نهار. هون هيك تاني نهار حبينا هيك ندوقها ونبورد هيك وناكل منها. فهيك مثل ما كنتم شايفين قطعتها وصبيت كمان معاها بوظة والحليب. انا يعني الصراحة مو بس انا وعائلتي كتير بنحب هيك الهيطلي بالصيف، الرز بحليب، هيك اكلات بتعرفوا بالصيف كتير بتطلع هيك طيبة. ايه يا صبايا، كيفكن انتو؟ طمنوني عنكن، كيف احوالكن، كيف عم بتقضوا هيك ايامكن، كيفكن على هالشوبات. عن جد شوب شوب شوب، الجو عنا كتير شوب. الله يحفظنا ويجينا هيك من نار جهنم يا رب، انتو ونحنا وجميع أمة محمد يا رب. كيف عم بتقضوا هيك نهاركن؟ خلصتوا هيك اموركم؟ بلشتوا هيك بالتعزيل؟ اكيد يعني تعزيلات الصيف لابد منها. الله يقوينا ويقويكم يا رب. ويا صبايا مثل ما كنتم شايفين هلا هيك قطعت الهيطلي وضفت لها الحليب. والحليب كنت حاطته هيك بالبراد غير شكل يا صبايا مشان هيك يبورد على القلب. وهلا كمان بدي اضيف البوظة. هاي البوظة بنجيبها نحن من عند السوريين، كتير كتير طيبة والله يا صبايا. يعني هيك طعمتها مثل البوظة هيك الشايطة. شلون الرز بحليب هيك وقت من شوطه هيك كتير يعني نكهتها طيبة.
وهون ما تقولوا يا صبايا لمين هالصحن الكبير هيك والباقي كلهم صغار، والله هي صبايا جوزي كتير كتير بحب الهيطلية، فيعني هيك زبدية صغيرة ما بتوفي معه أبدا أبدا، ما بيمشي الحال. فهيك صبينا له صحن كبير لإله، صحة وهنا على قلبه وصحة على هيك قلبنا وقلبكم جميعا. والله اشتهيتكم فيها يا صبايا، اشتهيتكم جميعا، الله يديم علينا هالنعم يا رب، وصحة على قلوبنا جميعا. وهون يا صبايا بدي أطبخ هيك مقلوبة البازاليا. مثل ما كنتم شايفين ضفت معلقة سمنة وحمصت اللحمة وضفت لها ملح وبهار. وهلا البازاليا كمان هيك بقلبها هيك كم تقليبة بحمسها مع السمنة واللحمة، وبتركها شوي تغلي حتى تستوي البازاليا معي. وبعدين يا صبايا أنا هون كنت نقعة رز ومصولته، وبضيف للرز وما بدها أي شي، يعني بتعرفوا المقلوبة كتير شغلتها هيك سهلة وبسيطة. شايفين يا صبايا هاي البازاليا، هاي البازاليا اللي فرستها معاكم، لونها كيف، خضارة كيف، وحتى ما يعني ما بتعذبكم ابدا بالاستواء، فورا بتستوى مثل ما كنتم شايفين. يعني هيك بس حمستها مع اللحمة والسمنة وتركتها شوي هيك 10 دقايق على طرف مشان تغلي هيك كام غلوة وتستوى البازاليا. وهون شلت هيك شوي كمان من البازاليا واللحمة مشان الزينة. ولا هيك المقلوبة استوت معي وصارت جاهزة. بتعرفوا هيك صبايا شغلتها خفيفة نظيفة. هلا أنا بحب المقلوبة البازاليا، بس بفضل سبحان الله إنه رز وبازاليا بمرقة يعني صبايا. بحط لها هيك الجزر والبطاطا وبطبخها بمية البندورة، كتير بتطلع طيبة وطيبة كمان المقلوبة. بس أنا بفضل الرز وبازاليا. أنتو صبايا أي نوع يعني بتفضلوا، المقلوبة ولا الرز وبازاليا؟ كله مع الصحة والعافية. طيب الله يديم علينا هيك هالنعم هاي كلها يا رب، يحفظها من الزوال، ويديم علينا نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان، والله هيك يحفظنا ويحفظكم جميعا. وهون هيك يا صبايا خلصت، جهزت هيك الصفرة وروبت كمان اللبن البارد، حطيت له هيك مي باردة. عن جد يا صبايا عم نرغب كتير هيك للشي البارد، عم نشرب كتير مي، ولازم نشرب كتير مي، وسوائل بالصيف يعني بتعرفوا الدنيا شوب، ولازم هيك الجسم بيحتاج كتير مي، فعم نرغب للشي البارد. وهيك يا صبايا مثل ما كنتم شايفين خلصنا وتغدينا، والحمد لله على الصحة والعافية. وهون يا صبايا هيك أنا وبنتي يوميا، يعني طبعا بعد ما سكرت المدارس وعطلوا، عم نطلع هيك بنمشي ساعة ساعة هيك يوميا، عم نطلع بنمشي. طبعا العصر يعني 6:30 7، بعد ما هيك الشمس هيك تخف يعني وتغيب، بلش تغيب ويبرد الطقس يعني ويصير الجو هيك برودي، نطلع هيك على 6:30 7. بنمشي ساعة وبنرجع. منه هيك بنغير جو وبنتسلى، ومنه هيك صحي. أنا بحب كتير المشو. وهلأ تعرفوا يعني الأولاد لاعب يطلعوا. والله الصيف يا صبايا ما في أحلى منه بالنسبة لإلي طبعا. مثل ما بيقولوا الصيف ضيف، بتحسوا هيك أفرج وغير شكل. والله يا صبايا بتطلعوا بتتمشوا بتغيروا جو، إذا ما طلعتوا بتي ومن البرد وما بعرف. هيك بالنسبة لإلي. أنتوا يا صبايا أعطوني آراءكم، بتحبوا الصيف أكتر، بتحبوا الشتاء أكتر، أي فصل بتفضلوا؟
وهون صبايا وانا وماشي هيك ما شفت شجر خضار ورد هيك افتح لكم الكاميرا وصور هيك اخذ لقطات حلوة. وهون بعد ما خلصنا هيك مشي تعبنا وعطشنا انا وبنتي، فدخلنا كمان على البيم اشترينا مي واشترينا بوظة كمان. يلا نشتري مي. لا نشتري. خذي من هدول مبوظين اكتر. وطبعا يا صبايا مثل ما قلت لكم بالبداية هبط الأحداث كلهم ما صايرين معي كلهم بيوم واحد، مو كلهم تصوير يوم واحد، عن كذا يوم، بس أنا طبقتهم مشان هيك يطلعوا معي فيديو كامل. وهون يا صبايا هيك مثل ما كون شايفين ومثل ما سمعتوا بالفيديو كان عم بيأذن المغرب وقاعدين على البرندة أنا وبنتي. كان جوزي جايب لنا فاصولي مشان أطبخ فاصولي بزيت، فقلت لها هيك تعي نعملها على البرندة على البرودة هيك. والله يا صبايا صايرة أي شي بدي أعمله أو أشتغله على البرندة هيك على البرودة عند العصر بنحط هيك وبنبرك أنا وبنتي بنعمله يعني. فهيك عملت لنا كاستين عصير، قعدنا على البرندة صرنا نشرب العصير ونعمل الفاصولي. وبس هيك والله يا صبايا مثل ما انكم شايفين عملت الفاصوليا وهلا بدي افرمها. قلت خليني هيك يعني اعدي وقعدي على البرندة وعلى البرودي اعملها واخلص هيك يعني منها، مشان تاني نهار وقت بدي اقوم اطبخها لاقيها جاهزة، فورا اغسلها وطبقها. وإذا وصلتوا معي لهون يا صبايا وفيديوهاتي عم بتنال إعجابكم وما عم تملوا وأنتوا عم تشاهدوني، بتمنى هيك تكتبوا لي لايكات كتير وتعليقات حلوة مثلكم. الله يسعدكم صبايا ويجبر بخاطركم يا رب. واللي ما مشتركة يا صبايا تشترك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو صبايا، استنونا بفيديو جديد إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.